بعد مرور السنوات، رجل أمريكي يكشف سرا خطيرا عن صدام حسين ويفضح أمريكا أمام العالم. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. علق رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية الأسبق في العراق روبرت فورد على محاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، والتي جاءت نتيجة اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها البلاد بذريعة البحث عن أسلحة دمار شامل. وقال السفير الأمريكي الأسبق لدى بغداد روبرت فورد في تصريحات لوكالة نوفوست الروسية إن محاكمة صدام حسين لم تخل من تجاوزات، مضيفا: بالطبع لم تخل المحاكمة عينها من المشاكل، فبعض المحامين قتلوا وكان ذلك أمرا فظيعا، وأثناء الإجراءات القضائية كان الادعاء يقدم أحيانا أدلة دون أن يسمح للدفاع بالاطلاع عليها أولا، بحيث كانت هذه الأدلة الجديدة تفاجئ طرف الحماية. وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الادعاء عثر على عدد كبير من الوثائق الموقعة من قبل صدام حسين أو غيره من المتهمين في القضية نفسها، والتي كانت تثبت ضلوعهم في أعمال القتل الجماعي، بما في ذلك عملية الأنفال الموجهة ضد الكرد. وأضاف فورد: بالتالي لم تكن هناك أي شكوك في ذنب صدام والمتهمين الآخرين بارتكاب الجرائم، لكن لا شك في أن المحاكمة بعينها لم تكن مثالية. وعقدت في تموز عام 2004 الجلسة الأولى من محاكمة صدام حسين، التي انتهت في 5 من تشرين الثاني عام 2006 بإصدار حكم الإعدام شنقا بحقه. وأعدم صدام حسين في 30 من كانون الأول عام 2006 بعد 3 أعوام من إلقاء القبض عليه قرب مدينة تكريت مسقط رأسه. فصدام حسين هو خامس رئيس لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 ميلاديا وحتى 9 من أبريل عام 2003 ميلاديا، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين عام 1975 و 1979. برز إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي ثورة 17 من تموز عام 1968، والذي دعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانية. كما لعب صدام دورا رئيسيا في انقلاب حزب البعث عام 1968، والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر. وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينيات نتيجة سياسة تطوير ممنهجة للعراق، بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق، حيث أصبح رئيسا لجمهورية العراق وأمينا قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979 ميلاديا، بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب. وفي عام 1980 ميلاديا دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات، من 22 من سبتمبر عام 1980 ميلاديا حتى انتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي إيراني في 8 من أغسطس عام 1988، وقام بعد انتهائها بإهداء إيران 120 طائرة حربية روسية الصنع. وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران، غزا صدام الكويت وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في 2 من أغسطس عام 1990 ميلاديا،
والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 ميلاديا. ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق. قبض عليه في 13 من ديسمبر عام 2003 ميلاديا في عملية سميت بالفجر الأحمر. ولد صدام حسين مجيد عبد الغفور سليمان عبد القادر بن عمر الثاني الرفاعي أمير تكريت، الذي يعود نسبه إلى علي بن أبي طالب، في قرية العوجة التي تبعد 23 كيلومترا عن مدينة تكريت الواقعة شمال غرب بغداد والتابعة لمحافظة صلاح الدين، والذي ينتمي إلى عشيرة البيجات الرفاعية لعائلة تمتهن الزراعة. توفي والده قبل ولادته ب6 أشهر، وتعددت الأقاويل التي فسرت سبب وفاته ما بين وفاة لأسباب طبيعية أو مقتله على أيدي قطاع الطرق. بعدها بفترة قصيرة توفي الأخ الأكبر لصدام وهو في 13 بعد إصابته بالسرطان. كانت العوجة التي تبعد 8 كيلومترات جنوب تكريت في شمال وسط العراق عبارة عن بيوت وأكواخ مبنية من الطين يسكنها أناس يعيشون في فقر. المياه الصحية والكهرباء والطرق الممهدة لم تكن معروفة، ونسبة الوفيات بين الأطفال مرتفعة، وكان سكانها يعملون في الفلاحة. ولما لم تكن هناك مدارس في العوجة فإن الآباء القادرين يرسلون أبناءهم للدراسة في تكريت. ولد صدام في بيت يملكه خاله خير الله طلفاح وينتمي إلى عشيرة البيجات السنية، إحدى فخوذ قبيلة البوناصر الحسينية النسب التي كانت مهيمنة في منطقة تكريت. وفي الثلاثينيات كانت القبيلة معروفة بفقرها وبميلها إلى العنف، وكان زعماؤها يفاخرون بتصفية أعدائهم لأتفه الأسباب. كانت صبحة والدة صدام تتلقى بعض الدعم المادي من شقيقها خير الله طلفاح الذي كان يسكن في تكريت وتكفل بتنشئة صدام. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة، وأخبرنا برأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم أعزائي الكرام.